ما تيجي اعلمك ازاي تعملي السينابون بطريقة الكافيهات والمطاعم اللي انت بتروحي تاكليه فيها هناك بمبالغ. م? والكلاسيك منه بمبلغ، ومش زي ده، بطراوة بقى بهشاشة. تعالي يلا اعرفك هتعمليه ازاي بطريقة سهلة وسريعة. بس يلا قبل ما نبدأ الفيديو حطي لايك الاول، وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. صدقوني لو عملتوه بجد هتدمنوه، والله العظيم كان خطير جدا جدا جدا. يلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو. تعالوا بقى في البتاع بتاع العجان، هنحط كيس خميرة وثلاث معالق سكر، وهننزل عليهم بشوية فانيليا سايلة، وهننزل بكوباية صغيرة نص كوباية مية ونص كوباية لبن ومكعب زبدة كبير، وهننزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة. لازم يا جماعة يكونوا بدرجة حرارة الغرفة علشان العجين يخمر معانا بسرعة، ونص كوباية زيت. وهنضرب كله كده مع بعضه لحد ما الحاجة بقى تدوب كده مع بعضها، وهننزل بكوبايتين من الدقيق الأول ونخليهم يلفوا كده مع بعض في العجان، وبعدين هننزل بكوبايتين تانيين من الدقيق، وهننزل بنص يعني نص كيس بيكنج باودر وذرة ملح علشان تعادل الطعم، وهننزل بالكوباية الخامسة بتاعة الدقيق. وكده العجينة بقت حلوة معانا. هتاخد 8 دقايق عجن في العجان وتطلع ستريتش زي ما انتوا شايفينها كده. تعالوا بقى نظبطها كده كويس ونحطها في الحلة بتاعة العجن، وهندفي الفرن هندفي الفرن ونحطها فيه علشان ان هي تخمر معانا بسرعة. تعالوا بقى للصوص السينابون الخطير اللي انا معتمدة على طول لما باجي اعمل سينابون. هننزل بكوباية سكر بودر، وهننزل بمعلقتين من القشطة، وثلاث معالق من الجبنة الكريمي، وهننزل بمكعب زبدة كبير ونص كوباية لبن، وهنحط شوية فانيليا سايلة. تمام. وهنضرب كل ده في الخلاط، وتعالوا نشوف بقى القوام بتاعه. القوام بتاعه كريمي كده زي ما انتوا شايفين. هنحطه في التلاجة شوية لحد بقى ما نشتغل في العجينة، وهتشوفوه دلوقتي هيتقل ويبقى عامل ازاي، يعني هو اصلا تقيل. تعالوا بقى ننزل بالعجينة بعد ما اختمرت معانا. شايفين اصلا حلوة ازاي؟ هي مش محتاجة، هي كانت بس هتتفرد يعني نحاول ان احنا نعملها على شكل مستطيل علشان ان هي ما تهدرش معانا في العجين. فزي ما انتوا شايفين كده هنحاول ان احنا نفردها على شكل مستطيل، يعني علشان ان احنا ما نقطعش منها، او ان انا ما بحبش اقطع اصلا اي حاجه من العجين علشان ما تهدرش. جبنا كده معلقه كبيره من الماكستيلا بديل النوتيلا يعني، مع مكعب زبده برضو، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض لحد كده ما يبقوا كريمي. وهننزل عليهم كده هننزل على العجينه بقى نفردها كويس. هي حلوة جدا جدا، انا بحب الطريقة دي في السينابون، ما بحبش طعم القرفة قوي. فبعمل ايه؟ بضرب نص كوباية سكر مع شوية قرفة، فطعم السكر بيبقى كله قرفة يعني، بيبقى خطير بجد. ادي شوية السكر، بضرب القرفة مع السكر كده وارشهم عليها، وبعدين بنزل بمعلقة كاكاو خام طبعا علشان برضو ان هي تعادل المرارة. ماشي. وعليها نص معلقة نسكافيه او اي قهوة سريعة الذوبان. بيودي الطعم في حتة تانية خالص، اقسم بالله. السينابون بتاعي لو دقتوه خطير بجد. يعني انا بحبش امجد في نفسي، لا بس انا فعلا انا ببقى عارفة الحاجة لما بتتخدم صح وبتتعمل بطريقة صح. طبعا شايفين عملت ازاي. في ناس بتقطعها بالبتاع، وانا كنت قبل كده قطعتها معاكم بالخيط، بس انا لقيت ان الطريقة دي احلى بكتير وانجز، وبتطلع السينابون شكله حلو قوي. شايفين؟ هنقفلها كده من الجنب وهنحطها في الصينية ما بين كل واحدة وواحدة كده قيمة 3 سنتي يعني، وهنحط المتبقيين دول الحروف. بدون غرور وبدون مبالغة انا بعمل احلى سينابون ممكن تاكلوه في حياتكم، اقسم بالله. يعني قطعة السينابون دي بتروح تاكلوها بكام؟ ده السينابون كلاسيك بدون اي اضافات بقى.
كلاسيك. بصولي بس كده على الطراوه بتاعته، بصولي بصولي، حاجه كده خطيره خطيره اقسم بالله. انا بقول افتح لاين يا جماعه، مين هيشجعني؟ شايفين حاجه كده؟ كل اللي بتاع سايبه اختها من الطراوه، اقسم بالله حاجه يعني خطيره. ما تيجوا بقى علشان ايه نزينهم. تعالوا بقى ننزل بالصوص اللي عملناه مع بعض. شايفين تقيل ازاي؟ بجد كان خطير يعني. كمان لو السينابون بارد شوية انتوا هتشوفوه اصلا هيبقى ماسك عليه ازاي، انما انا بنزله وهو سخن بصراحة يعني. وبسيب بقى شوية من الصوص ده، لما تبرد بقى ارجع احط بقى عليها تاني، فبيوديها في حتة تانية. الصوص ده صوص الكراميل، انا عملته برضو، بس ايه هنزله في فيديو لوحده علشان اقول لكم انا بعمله ازاي. ودول صوص شوكولاتة برضو انا مسيحاها وعاملاها. وتعالوا بقى، يعني انتوا شايفين اللي عندكم يا جماعة حطوا منه، يعني اي صوصات عندكم بقى، كراميل، لوتس، بيستاشيو، الحاجات بقى اللي متاحة. انا بصراحة ما كانش عندي متاح غير الحاجات البيزكس، يعني سواء النوتيلا او صوص شوكولاتة او كراميل. فالكراميل ده انا عملته وهعمله تاني معاكم، وان هو يقعد فترة طويلة عندك في التلاجة من غير ما يبوظ. هقولك تعمليه ازاي في فيديو تاني لوحده. زوقت كمان كده بشوية ماكستيلا من على الوش. طبعا يا جماعة لو في مكسرات بقى حطوا زي ما انتوا عايزين، بس احنا بنعمل ايه اللي على قدنا، يعني اللي هو ايه الحاجة اللي على قدنا. دي بقى كنت بزوقها كده علشان ايه، علشان الحاج صاحب البيت لازم يبقى له احلى حاجة. انتوا شايفين القمر ده؟ لا بجد، انتوا شايفين القمر ده؟ بتروحوا تجيبوه كده ولا ما بتجيبوهوش كده بنفس الحجم ده؟ بكام بقى؟ بكام؟ انا عايزاكم تقولوا في الكومنت بتجيبوه بكام. الحجم الجامبو بقى، الجامبو كبير. ما تيجوا ندوق. تعالوا والنبي شوفوا الهشاشة، والله لا تشوفوا. او يعني شايفين اصلا التوريقة؟ والله لو اوريكم التوريقة. انتوا شايفين يعني؟ مش عايزة ابوظها، انا عايزة اكل كده حاجة يعني. بسم الله. امم يا جماعة انتوا شايفين طراوة مش طبيعية. اقسم بالله احلى سينابون اكلته في حياتي، مش عشان انا اللي عاملاه. انا مش قادره ابطل اكل فيه يا جماعه. بجد بجد انا لو ما لقيتش لايكات على الفيديو ده ما عدتش هعمل فيديوهات. مم. ولحد هنا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو للبيج. وباي باي. خدوا حته، خدوا حته.